تعرف ان الشخصية هي اللي بتعرفك، بتميزك، بتخليك مختلف عن كل اللي حواليك. الشخصية مش مجرد صفات وراثية او شوية ظروف. الشخصية هي الحاجة اللي بتميزك وبتقول للدنيا كلها ده انا. طب يعني ايه شخصية وازاي نطورها؟ اول خطوة عشان تفهم الشخصية، تعرف ايه الحاجة اللي بتحركك، ايه الحاجة القيمة بالنسبة لك، إيه اللي بتحبه، إيه اللي بتكرهه. لازم تكون صريح مع نفسك، فما تحاولش تقلد حد او تكون شخص مش انت عشان بس ترضي الناس. واشتغل على نقط ضعفك. الشخصية القوية مش معناها الكمال، بس لازم تعرف ايه نقط ضعفك وتحاول تحسنها. ولازم يكون عندك مبادئ تحافظ عليها، عشان ده العمود الفقري لشخصيتك، عشان تبان انك مميز في وسط الناس. اتعلم من التجارب اللي بتمر بيها، الفشل، الألم، النجاح، كل دي حاجات بتميز شخصيتك وبتعملها زي البصمة كده ملهاش مثيل. خليك مرن. الشخصية الذكية هي اللي بتعرف تتغير مع الظروف وتبقى أحسن دايما. اتعلم تفهم مشاعر غيرك. الشخصية الذكية فعلا هي اللي بتفهم الناس وبتقدرهم. واجه مشاكلك بثقة. الشخصية الذكية هي اللي تعرف إن أكيد هيبقى في مشاكل، بس يعرف إزاي يتعامل معاها. الشخصية مش بس حاجة جوه، لا دي كمان بتبان عليك، فاهتم بمظهرك. يعني خلي شخصيتك من بره، مظهرك ده، يعكس اهتمامك بيه، ومن جوه اعكس التواضع بتاعك وانك قد ايه بسيط. خليك ملهم لغيرك وحاول تساعدهم. الشخصية رحلة، حاول كل يوم تطورها، وابدأ من النهاردة، ما تستناش كتير. شوف ايه نقط ضعفك وايه الحاجات اللي بتميزك، وحسن في نفسك، واعرف ان مش لازم تكون كل حاجة بتحصل بسرعة علشان تكون حاجة ناجحة. مش مهم انك تكون بطيء في التطور، لكنك تقدر تتطور فعلا. ابراهيم وبكر لعبها كده، وانت بصيلنا هنتكلم عن ايه في اللي جاي. وخليني اقول لك انك بكده اذا ما كنتش